اهلا بكم بقى، وقصه قصيره حزينه مليانه تعريض. الكابتن عبد الحميد ابو علي. ده لعيب كوره، اعتزل اصلا وكان داخل دار المسنين. وفجاه قالوا له تعالى في ماتش اعتزال لعيب من النادي الاهلي. تعالى هتلعب معانا ماتش يعني. فالراجل راح لعب معاهم ربع ساعه ولبس في نادي الاهلي وزقطط. وبعد كده اعتزل. إذ فجأة بقى نلاقيه بعد كده عامل برامج وحوارات كده في التلفزيونات كتيرة، وبرامج بتاعته وحاجات كده بيتغنى يعني بيعيش الحالة ان هو كان ابن من ابناء النادي الاهلي، وان كان مانويل جوزيه بيعتمد عليه كلاعب اساسي، وان مانويل جوزيه ضربه بالاسم، وانه كان اسطوره من اساطير النادي الاهلي زي محمود الخطيب ومصطفى عبده والكلام ده. ففي لعيبه من النادي الاهلي نفسها بتعمل له الحان بمناخيرها بسبب الحوار بتاعه ده. يا كابتن عبد الحميد، يا عبد الحميد، انت لو بتفطر كوسه وتتغدى كوسه وتتعشى كوسه مش هتعمل كده. اشترك في القناه وفعل الجرس وتابعني عشان انت ضيعت الدنيا.